السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض كده العبوة بتاعة الصابون السائل دي المركز، هنعرف كيف نعملها مع بعض. يلا بينا. قبل ما نبدأ نصلي على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا العبوة دي اسمها سوبر لوكس، دي احسن نوعية استخدمتها انا لحد الان. هي ب30 جنيه بس، يعني حاجة كده توفير التوفير، يعني سهلة وبسيطة وما مفيهاش اي حاجة. تمام. من ورا كده بتشوف الصلاحية بتاعتها. اهم حاجة الصلاحية، لو ان الصلاحية بتاعته منتهية مش هيربط معاكي ولا يديك الكمية اللي احنا هنعملوها مع بعض. هو مكتوب على الكيس هنا تتعمل على 8 لتر، بس احنا هنعمله على اقل من كده علشان يبقى سميك معاه كده شوية، و يعني كويس ما يبقاش طري، علشان انت عملتيه على 8 هيبقى سايب معاك شوية. اول حاجة انا بفتح الكيس ده جواه كيسان تاني. في كيس فيه بودرة، وكيس تاني فيه معجون. بفضل اول حاجة المعجون. بصي، اهي البودرة معايا، والمعجون ده مكتوب عليه برضو سوبر لوكس زي اسم الكيس من بره، عشان لو لقيتيه كده سايب مش مكتوب عليه اسم الماركة دي، بيكون معايا يعني ايه مش هيربط معاك وهيبوظ يعني. تمام. عرفنا احنا ايه هنا كل حاجة عنه. اول حاجة هنا بفضيه وفضي كل حاجة فيه، عشان دي هي كل حاجة بمقدار، ما سيبش ايه حاجة، عشان يبقى يظبط معايا مع البودرة بتاعتي كويس كده. وهنا معبلش بايدي، علشان هو يعتبر هنا فيه بطاس كمية كبيرة كمان لسه. منها بتحطله المية ويفك معايا كده ويربط، عشان اقدر استخدمه بايدي. فهنا انا هستخدمه، هجيب مضرب، اي مضرب عندك، المضرب اليدوي ده تقدر تستخدميه عادي، لانك انت ايه مش محتاجة يعني ضرب خالص، غير انك انت بتقلبيهم كده بس شوية صغيرة. بس هنا بتحاول ان ايه امزج كل الحاجات دي مع بعض. افضل اضربهم كده حوالي 5 دقايق 7 دقايق بالظبط، يعني مش اكتر من كده. بس وبحاول هنا افك كل الحاجات دي معايا، وما بعد ما كده ما يعدي ال7 دقايق معايا وانا بضربهم، خلاص بنزل المية ما اسيبهمش، عشان لو انا سبته يستريح شوية، في ناس بتعمل كده بس هتلاقيه فصل معاكي مش هيربط خالص. تمام. حاولت هنا قد ما اقدر ان ايه دوبت كل البودرة اللي معايا دي. ماشي كويس كده. انزل هنا بلتر مية او بلترين مرة واحدة، عشان ايه اول كمية هنا بتنزل على المعجون بتاعي، بيدوب بقلبها كده شوية صغيرين وبسيبها ترتاح حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع اول كمية، علشان منها ما ايه المكونات بتاعت البودرة والمعجون اللي احنا خلطناهم مع بعض منها بتتفاعل بقى مع المية، ولسه كده تحسي فيها حبيبات كده راح تنفش وتبقى زي يكون لزجة كده. فانت بتسيبيه حوالي نص ساعة كده ساعة الا ربع بعد اضافة اول كمية. ما اضيفش المية على طول ورا بعض ورا بعض ورا بعض، لا، بضيف اول كمية لتر او لترين تقريبا. بصي زي ما هو سبته كده حوالي ساعة الا ربع. بصي تجي الكيف كده خالص. بس هنا تمام. مبدأ بعد كده ايه اضيف المية بتاعتي على ايه على الدفعات. انا قلت لكم هنا مكتوب الكيس عليه 8 لتر، بس انا هعمل على 6 بس. بضيف ايه عشان اعرف ان ده اللتر ازاي، اللي هي اي معيار عندك عليه لتر، او ما عندكيش المعيار ده اي ازازة بيبسي اللي هي اللتر واحد دي بيكون مكتوب عليها لتر، بتضيفي ايه لتر في لتر في لتر لحد ما تجيبي ايه الكمية اللي انت ايه عايزاها. تمام. ضفت الكمية التانية، فبسيبه كده حوالي 5 دقايق، مش هسيبه نص ساعة ولا زي ما سبته في الاول كتير، احنا سيبناه عشان يربط. تمام. بس بعد كده بسيبه 5 دقايق كده،
وبرجع احط ايه الكمية التانية واللي وراها واللي وراها. حاجة سهلة كده في منتهى السهالة. بصي يعني ايه منتهى السهولة، بتوفر عليكي يعني ايه فلوس. يعني بصي مش هقولك، جربيه كده مرة وهاتيه. هو بيتباع عند بتاع المنظفات. انا من ساعة ما عرفته بطلت اشتري خالص اللي هي العلب اللي برا دي، اللي دلوقتي بقت اسعارها يعني رهيبة شوية. فده انت بتعملي ايه 6 لتر تقريبا ب30 جنيه، يعني حاجة كده ما تسكرش يعني. لكن دوكها لو شفتي اللتر بتاعه برا ممكن يكون مش عارفة يعني ممكن 30 أو 40. ليه بدري صراحة ما اشتريتش من ساعة ما اتعودت اشتري ده. خلاص بقى قانون يعني في حياتي، بجيبه على طول. وبيقعد معاكي فترة، يعني ال6 لتر دول بيقعد معاكي فترة، ممكن شهرين 3، بس على حسب استعمالك طبعا، كمية المعجنة اللي هي بتطلع معاكي. بصي كل بحط اللتر بيزيد معايا. بصي بيزيد ايه السمك، بتحط اللتر بيزيد كمان السمك. حاجة حلوة كده. بصي هنا حطيت ايد انا عادي. تمام. اذا وصلت لحد هنا يا ريت تدينا لايك. باي باي.